شوية، إيه القصة دي؟ الجبروت بتاعها إن هي عشان تخلّي من الريحة، إن هي دفنتها في الخزانة وراحت جايبة قطة وحطّاها على الشكارة. إمم. يعني من الجبروت بتاع البني آدمة ديّة إن هي تعمل كده، يعني جالها قلب إن هي تموّت صفاء وتموّت قطة كمان وتحطّها جنب الشكارة، عشان تداري على عشان الجريمة. تداري على اللي هي عاملاه، وعشان إن الحكومة مثلًا إن هم ييجوا يفتشوا ما يبقوش طايقين الريحة. المشهد دي مشهد كريمة ووالدة صفاء مشينا في وسط الأراضي، والأراضي شاربة ومشينا في وسط الأراضي، فلقينا البنت الصغيرة بنتها بنت المتهمة لقيناها في قلب الأرض، فقالت عليها إحنا هنروح نسألها، قلت لها يا كريمة تعالي ما ينفعش عشان إيه هيقولوا أنتِ عمالين تعملوا إيه في البت وبتجاوبوا يعني بتسألوا البت على إيه وكده، قالت لها بس تعالي يا عمتي، فرحنا قالت لها يا ساجدة هديكي كيس شيبسي كبير بس هسألك على حاجة، قالت لها راح جايه البت بقى إيه متكلمة، قالت لها صفاء كانت عندكم؟ قالت لها صفاء كانت عندنا. طب صفاء بتعيط؟ قالت لها لا صفاء ما بتعيطش، ده هي امي قعدتها كانت بتقول لها اقعدي وكانت بتشخط فيها وتقول لها اقعدي. فرحنا جايين ايه رحنا جايين لها طب قومي يا كريمه عشان ايه ما يجوش حد يتكلم معانا. إمم. المهم مشت كريمه في قلب الارض في قلب الاراضي لحد ما سمعنا صوت، إمم. لقينا صوت ناس بتتكلم، رحنا قال لها ايه ده في يا كريمه في حد بيتكلم، قالت لهم دي بنتي، لقوا بنتي لقوها. إمم. فتنينا ماشيين لحد ما وصلنا هناك لقيناهم بقى واقفين، عمنا برضو اخونا برضو كان واقف هناك عند الجثه اللي هي سلفتي برضو كانت واقفه هناك عند الشكاره، إمم. لقينا في شكاره واقفين حواليها وجنبها، فقال لك ما حدش هينط الشكاره الا لما يجوا ايه اللي هم بتوع الحكومه وكده اللي إمم. هم بتوع المركز. فعلى ما اللي هو سيلفي اتصل بتوع المركز فجم فقالوا ايه الناس كلها تبعد، إمم. فاحنا خدت كريمه ورحنا بعيد قعدت على الارض قالت لهم لو كانت بنتي انا عايزه اشوفها، لو كانت بنتي اللي في الشكاره انا عايزه اشوف بنتي، وقعدت ايه تعيط وتقول انا عايزه اشوف بنتي. إمم. المهم راحوا جايين مشينا بعيد خالص وراح جايين على ما جم يشوفوا الشكاره برضو وكده قال لك ايه ده في فراخ ميته، إمم. يلا يا جماعه عشان العزبه بقى اتقلبت والدنيا اتقلبت وكله اتقلب، إمم. قال لك يلا يا جماعه ايه ده فراخ ميته ما طلعش حاجه ده فراخ ميته، على ما يمشونا وكده. فراح جاي الظابط بقى قال ايه يا جماعه كل واحد يروح عند بيته عشان احنا هنفتش البيوت وما ينفعش ان احنا نفتش البيوت وانتم مش موجودين، كل واحد يبقى قدام بيته. فروحنا بقى رحنا وقفنا هناك في الشارع وكده فقالوا ان هي صفاء فعلا هي طلعت صفاء. كيف يمكن لجرام من الذهب أن يسقط إنسانا في قاع الجريمة وينهي حياة طفلة لم تعرف من الدنيا سوى الضحكة والبراءة؟ سؤال موجع، لكنه يقودنا إلى واحدة من أبشع القضايا التي هزت القلوب قبل العيون، قضية الطفلة صفاء ذات ال6 سنوات التي خرجت من بيتها صباحا ولم تعد أبدا. في عزبة العابد التابعة لمركز قطر بمحافظة الغربية، كانت صفاء طفلة يعرفها الجميع بابتسامتها وبكلماتها البسيطة التي تودع بها والدها كل صباح: الله يسهل لك يا بابا. في ذلك اليوم المشؤوم، خرج الأب إلى عمله كعادته وترك ابنته بين أهلها وجيرانها، مطمئنا كما يطمئن أي أب على طفلته وسط ناس يعرفهم ويثق بهم. مرت الساعات ثم بدأ القلق يتسلل. صفاء اختفت. بحثت الأم، بحثت الجدة، تحرك أهل العزبة جميعا. الشوارع، البيوت، الأراضي الزراعية، المصرف، الكل شارك في البحث. 4 أيام كاملة عاشتها الأسرة بين رجاء أن تعود الطفلة حية وخوف من المجهول. الغواصون نزلوا إلى المصرف أكثر من مرة ولم يظهر أثر. وحده شبشب صغير عثر عليه بعد صلاة الجمعة كان أول خيط مؤلم أشعل الأمل تارة والخوف تارة أخرى. في اليوم الخامس كانت الفاجعة. شوال ملقى وسط الأراضي الزراعية. حاول البعض في البداية إبعاد الشبهة، قيل إنه يحتوي على طيور نافقة، لكن الحقيقة كانت أقسى من أي تصور. داخل الشوال كانت صفاء، الطفلة التي بحث عنها الجميع، ونامت الأسرة على أمل العثور عليها. وجدت جثة بعد أن خنقت ودفنت في خزانة داخل بيت جارتها. التحقيقات كشفت ما هو أفظع. المتهمة لم تكن غريبة، بلا جارة للأسرة، وطفلة صفاء كانت تلعب مع ابنتها. بسبب جرام ذهب تجردت المتهمة من كل معاني الإنسانية، واستدرجت الطفلة إلى منزلها، ثم أنهت حياتها بدم بارد. ولم تكتفي بذلك، بل حاولت إخفاء الجريمة بطريقة صادمة، فذبحت قطة ووضعتها فوق الجثمان داخل الشوال، في محاولة لإخفاء الرائحة وتضليل البحث. شهادة الجدة كانت من أكثر اللحظات إيلاما. آخر حضن، آخر قبلة، آخر مرة أمسكت فيها صفاء بملابسها ورفضت أن تتركها. تفاصيل صغيرة، لكنها اليوم تتحول إلى طعنات في قلب كل من يسمعها.
أما الأم فكانت تشعر كما تقول بنداء ابنتها، إحساس لا يخطئه قلب أم حتى قبل أن تكشف الحقيقة. المتهمة حاولت الإنكار وظهرت تتصرف بشكل طبيعي، بل شاركت أحيانا في البحث، لكن خيوط الجريمة بدأت تتكشف حين تحدثت ابنتها الصغيرة بعفوية، مؤكدة أن صفاء كانت في منزلهم، وأن والدتها أجبرتها على الجلوس ومنعتها من البكاء. كلمة طفلة كانت كافية لكشف جبل من الإجرام. الأسرة اليوم لا تطلب سوى شيء واحد: العدالة. والد صفاء أعلنها صريحة: لا يريد إلا حق ابنته، قصاصا عادلا يبرد النار التي في قلبه، ويجعل من هذه الجريمة عبرة حتى لا تتكرر المأساة مع طفل آخر. الجدة طالبت بأن يكون القصاص علنيا، لا انتقاما، بل رسالة لكل من تسول له نفسه إيذاء الأطفال. صفاء رحلت، لكن قصتها ستبقى شاهدا على أن الطمع قد يحول الإنسان إلى وحش، وأن أقرب الناس قد يكونون أحيانا أخطرهم. ستبقى أيضا تذكرة موجعة بأن العدالة ليست رفاهية، بل حق وضرورة وواجب تجاه كل طفل بريء لم يجد من يحميه في لحظة غدر. رحلت صفاء، لكن الدعاء باق، والمطالبة بحقها باقية، والوجع في قلوب أهلها لن يزول إلا بحكم عادل يعيد بعضا من الطمأنينة، ويؤكد أن دم الأبرياء لا يضيع مهما طال الزمن. وفي ختام هذه القصة المؤلمة، إذا كنتم تؤمنون بأن إيصال الحقيقة واجب، وبأن صوت المظلوم يجب أن يسمع، فلا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. مشاركتكم وتشجيعكم يساعداننا على الاستمرار في تقديم محتوى هادف ونقل القضايا الإنسانية بكل صدق ومسؤولية.